السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة اوعي تخلي النرجسي يعرف يقلب الترابيزة عليكي. تمام؟ زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اولا لازم تعرفي ايه الهدف من قلب الترابيزة. ايه الهدف ان النرجسي عايز دايما بيقلب الترابيزة عليكي؟ اول حاجة انه يحطك في كورنر الضحية. تمام؟ طول ما انت في كورنر الضحية ملكيش طلبات، ملكيش حقوق، ملكيش عين انك انت تتكلمي ولا تعبري عن اللي انت عايزاه ابدا. خلاص؟ تاني حاجة، هو بيقلب عليك الترابيزة عشان يجيب اخرك. تمام؟ يا ترى اخرك ايه؟ اخرك قعدة عيلة؟ اخرك محاكم؟ اخرك طلاق؟ انت عايزة ايه؟ فهو دايما بيبقى شاكك فيكي. للأسف انت بتتعاملي مع اضطراب مش مع شخص. تمام؟ فبالتالي الاضطراب بيعمل ايه؟ الاضطراب بيعمل دايما سلبيات ومشاكل تخليكي تشكي في النرجسي. ولو النرجسي حس انك انت بتشكي فيه، يبقى انت مش مصدر امان، يبقى انت ايه؟ هتنتقمي. يبقى متوقع منك انك انت هتنتقمي، هتشوهي سمعته، هتفضحيه، هتعملي اي حاجة توقفي بيها الاذية. خلاص؟ فبالتالي تلاقي دايما النرجسي على طول عمال يضغط عليكي علشان يشوفك ايه رد فعلك، ايه اكتر حاجة انت ممكن تعمليها. هو ده الهدف من قلب الترابيزة، علشان انت تتلاشي القصة دي كلها. خلاص؟ انا زي ما قلت قبل كده، انت لازم لما تيجي تتعاملي مع النرجسي اوعي تحسسي النرجسي انك انت عايشه معاه مستحمله، او انت عايشه معاه عشان انت اصلك طيب وانك انت انسانه محترمه ومتدينه فانت بتضحي فبالتالي انت عايشه معاه. لا، لو انت عشتي معاه على الاساس ده، او في الخلافات دايما بتشيدي باصلك الطيب وباخلاقك اللي مستحملاه مستحمله بلاويه وخياناته ومش عارف ايه، طول ما انت بتتكلمي من الاتجاه ده، طول ما انت في نظر النرجسي ضحيه، وبالتالي عمره ما هيثق فيكي. مش يثق فيكي انك انت اصلا ما عملتيش حاجه، ولكن النرجسي شخص شكاك. يعني النرجسي لما بيعمل حاجه غلط مش بيحمل نفسه مسؤوليه الغلط اللي هو عمله، مش بيحمل نفسه مسؤوليه الكلام اللي هو قاله. لا، ده هو بيعتب عليكي ازاي انت اصلا تزعلي، ازاي انت اصلا تتضايقي منه، ازاي انت اصلا غضبانه ومش بتكلميه. طب ما انت اللي ابتديت، او انت اللي غلطت او كده. لا، هو ما عندوش الكلام ده. خلاص؟ النرجسي في مشكلتين انت بتواجهيهم مع النرجسي. اولا، هو ما بيحملش نفسه مسؤوليه افعاله، دي نقطه. النقطه الثانيه، لما انت تزعلي منه ولا كده هو بيستغرب. ليه؟ لان هو مش بيتعامل معاكي على انك انسانه ليها مشاعر وليها حدود وليها كيان، وان المفروض يحاسب، وان المفروض ما يتعداش على حدودك. لا، هو النرجسي هو اصلا شخص مستباح. خلاص؟ فبالتالي هو شايف ان الناس كلها مستباحه زيه. هو بيتهزق، وكان بيتهزق زمان وهو صغير، فتربى على انه يهزق اللي حواليه، عشان اللي بيهزق هو القوي، اللي بيشتم هو القوي، اللي بيبتدي الخناقه هو ده القوي. لكن عايزاكي تفهمي نقطه مهمه جدا، ان اللي بيبتدي عتاب في القانون النرجسي هو ده الغلطان. عشان كده دائما وابدا كنت دايما بقول في كل الفيديوهات بتاعتي اوعي تعاتبي النرجسي. يعني ايه تعاتبي النرجسي؟ يعني بتقولي له انت علمت عليا، انت وجعتني، انا ضحيه، انا ضعيفه، انا ما اقدرش ان انا ادافع عن نفسي. فهمتي يعني ايه عتاب للنرجسي؟ فبالتالي النرجسي لما بيجي يضغط عليكي علشان يطلع النقطه دي فيكي. خلاص؟ تعالوا بقى الفقرة اللي جاية نشوف لما تعاتبي النرجسي هيبقى رد فعله ايه معاكي، وتتعاملي مع رد الفعل ده ازاي. اللي بيحصل حاجة من اتنين، اما النرجسي بيضغط عليكي عشان تعاتبيه،
او النرجسي بيعترف انه غلط فيكي وانت زعلانه ليه، انت متضايقه ليه، انت فاهمه؟ طيب تعالوا نشوف اول حاله ان النرجسي جاي بيضغط عليكي عشان تعاتبي. اول ما تعاتبي النرجسي باللي هو عمله بينكره ويكذب ويزيف الحقائق ويفهمك انك انت مش فاهمه وما عندكيش قدره على انك انت تحكمي على المواقف، وبالتالي انت قرارك تجاهه هو قرار غلط. خلاص، فبالتالي بيشككك في نفسك. دي اول خطوه بيعملها، يبقى اول خطوه بيعملها الانكار. تمام. تاني حاجه بيشككك في نفسك. طب الله، طب لا ادام انت بقى شكيتي في نفسك، الخطوه اللي بعد كده ايه؟ تعتذري. تعتذري يبقى انت تستحق العقاب، ونبدا رحله عقاب من اول وجديد، اما بسلب حقوقك منك او بصمت عقابي. فهمتي؟ فخديها قاعده ان النرجسي لا يعاتب. ما ينفعش ابدا انك انت تعاتبي النرجسي باي شكل من الاشكال، مهما كان الغلط ظاهر عليه وانه غلطان فعلا، وان كل حاجه فعلا باينه ان غلط، ان هو فعلا اللي عملها وان هو اللي تسبب فيها. اوعي تعاتبي النرجسي، لانك انت كده انت اللي هتركبي نفسك الغلط. دي نقطة. النقطة التانية، اللي يبدأ العتاب يبقى هو اللي غلطان. اللي يبدأ العتاب هو اللي قلبه اسود، وهو اللي اللي مش كويس وتفكيره سوداوي وكده. ده القانون النرجسي. يعني القانون النرجسي دايما بيتعامل مع اللي يجي يعاتبه هو اللي مش كويس، هو العدو، هو الضد. فهمتي؟ لكن الناس الطبيعية، انت لما بتيجي تعاتبي شخص ده معناه ان هو يعني ذو قيمة عندك، او بتعاتبيه من عشمك فيه. ده عند الناس الطبيعيين. لكن عند النرجسي لا، انت بتعاتبيه عشان انت عدوته. خلاص، وادام انت عدوته يبقى خلاص مش هتاخدي منه اي خير، مش هتاخدي منه اي مصلحة. تمام. كمان ان النرجسي اما انه يجي لحد عندك ويقولك انت زعلانه ليه، انت متضايقه ليه، يجبرك انك تتكلمي. فانت تاخدي الامان وتبتدي انك انت تقولي انا زعلانه ومتضايقه من 1 2 3. خلاص، 1 2 3 دي يروح قالب عليك الترابيزه ويلبسك الغلط ويجبرك انك تعتذري. ولما تعتذري يقولك انت كدبتي ليه، انت بتكدبي ليه؟ طب ما انت اعتذرتي اهو، عرفتي بقى انك انت كنت كدابه بقى في اللي انت بتتهميني فيه. فهمتي؟ هما النرجسيين كده. طيب الحل، الحل علشان النرجسي ما يقلبش الترابيزه عليكي وما يركبكيش اي غلط وما تبقيش ضحيه وتاخدي كل حقوقك ومصالحك والدنيا تظبط وتمشي. الحل بسيط جدا جدا جدا، انك انت تشغلي نفسك عن النرجسي، او بمعنى اوضح وصريح انك تختفي. ولكن اختفاء ما هواش اختفاء فظيع يعني، لا، بس يبقى مش عارف اخبارك، مش عارف انت سعيده ولا حزينه، مش عارف انت بتخططي له لايه. الطريقه دي بتحسس النرجسي انه مش مسيطر عليكي، بتشعره بالفقد، وبالتالي انت اللي بتبقي مسيطره، وبالتالي بيستسلم بسهوله. خلاص. في حاجه مهمه قوي يمكن تكون نقطة بسيطة جدا والناس تقول يعني ايه يعني النقطة دي، لكن في حاجة سهلة قوي تقدري انك انت تعمليها، الا وهي النوم. نومك عذاب النرجسي. يعني ايه واحدة نايمة؟ يعني واحدة ما بتفكرش في سلبيات، يعني واحدة رايقة، يعني واحدة بيجيلها نوم، يعني واحدة مش مضطربة، مش قلقانة، مش متوترة. فهمتي؟ الموضوع ده يعني سلاح ذو حدين. اولا بيطمن النرجسي من ناحيتك، ثانيا بيبقى متضايق جدا انك نايمه وانك متزنه وانك مش متوتره فبيبقى محتار، مش عارف يتعامل معاكي ازاي. خلاص، فبيضطر في النهايه انه يعاملك كويس علشان تبقي دايما قصاده، ما تروحيش تنامي تاني بقى. خلاص، تبقي دايما قصاده، وبالتالي يبقى متحكم فيكي وعارف انت بتعملي ايه. خلاص. انت بتتعاملي مع اضطراب مش مع شخص. التعامل مع النرجسي محتاج انتباه شديد جدا. تمام. ف
الموضوع مش انه صعب في التعامل، ولكن هو محتاج تدريب انك انت تدربي نفسك وتعرفي ان النرجسي مستحيل هيريحك او هو نفسه هيرتاح. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.